البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا في قناتكم. اليوم راح نخدموا مع بعض لي دونات بشكل جديد وطريقة سهلة ومبسطة جدا. راح نبدأ مباشرة معكم في العجين. عندي هنايا كمية من الفرينة اللي هي رطل فرينة كما كنت موالفة نكين معاكم بهاد البول. غرفيتين ماشي معمرين مليح تاع فرينة يعادلوا 500 غرام دقيق، راني حطيت عليها رشة تاع ملح. غادي نحتاج حليب، بيضة، وخميرة الخبز، سكر وزيت فانيلا. طبعا راح نبدا مباشرة نحط هذا كاس الحليب. راح نحتاج القليل من الكاس غادي نزيده من بعد. هنايا هذاك الكاس تاع الحليب راح نضيف عليه مغرفة وشوية كبار تاع خميرة الخبز. راح تلقاو المقادير في صندوق الوصف. مغرفة وشوية خميرة الخبز، راح نضيف عليها مغرفتين كبار سكر حبيبات. هنا السكر اختياري، اذا بغيتوا تزيدوا زيدوا ماشي مشكل، انا نبغي نموز. نخلطهم نحطهم بجيه ونروح نحط النواشف ونحط البيض والزيت على الفرينة. هنا هاد الدونات ساهل وسريع، ما فيش زبده، ما راحش نخمروه مرتين، راح مباشره نبدا نخدم فيه. هنا عندي على هذيك الفرينه راح نضيف مغرفه تاع قهوه ولا مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. راح نضيف نخلطهم قبلا. راح نضيف هذاك الفانيلا، عندي مغرفه صغيره فانيلا ما نعمروهاش كاع مليح شويه. وراح نضيف هذيك البيضة، راح نضيف مغرفتين كبار زيت. هنا كم تشوفوا درتهم بلا زبدة وخرجوا شابين. عندي مغرفتين زيت وراح نبدأ نخلط فيهم ونجمع فيهم بهذاك الخليط تاع الخميرة اللي كنت حطيتها تريح. نخليها فقط 3 دقائق ولا 4 ونبدأ نخدم فيها. نلم العجين لما هو دائما كما قلت لكم نحاذروا في العجين ما نحطو في الماء، في السائل عفوا ما نحطوهش على مره به ما نوقعوش في المشكل تاع يجرنا العجين ونقعدوا نخمموا كيفاش نديروه، كيفاش يعني نعاودوا نساووه. الوغ هنايا دوك نلمها نعجنها فقط دقيقه قيس لي تتلم وتولي ملساء. وراح هنايا شوفوا من الكاس الثاني وشحال ديت. هنا تقريبا كاس وثلث. الوغ نكمل نخلطهم نجمع العجين ونحطه بجيه قسما ديباراسي فقط لا طابل ونبدا نحل فيه. كما قلت لكم ما راحش نطلعوه مرتين، مره واحده تكفي هكا باه نختصروا الوقت. كي تكونوا عجلانين ولا ديروا هاد الوصفه عفوا تجي بزاف شابه. هنا لميته قد لي ولا املس، ونروح نرش البلان طرافاي بالفرينه ونبدأ نحل العجين. أنا نستعين بالفرينة وبالغولو وراح نستعمل هاد القطاعة ولا كاس وأي حاجة تكون عندكم قطعوا بها هاد الدوائر. هنا نحله ما نحلهش نخليه شوية خشين، ما نديرهش رقيق بزاف. ها هو السمك اللي راح نخليه فيه، ونبدأ نقص في دوائر وراح نثقب في الوسط. نستعين ببوشون ولا ونقطعهم في الوسط. هنا هاد هاد لي بوشون هاد الدوائر صغار راح نخليهم. راح تاني هما نقليهم باش نديرو هاد التزيين المختلف تاع هاد لي دونات.
هنا باش نسرعوا العمليه تاع الخمور تاع هاد لي دونات، راح بعد ما نصفهم في لي بلاك ولا في لي بلاطو اللي عندي، طبعا نرش بالفرينه باه ما يلصقوش. راح نسخن لهم الفرن على 175 درجه، نسخنه شويه واحد 4 دقائق ولا، ونحط الدونات يطلعوا هكا باه في الساع يطلعوا. نعرفوا راه البرد شويه يشدونا، لكن بهذه الطريقه 5 يطلعوا واحد 10 دقائق، وبدو تقلوا فيهم العجين اللي يتبقى. لمه ونخليه يرتاح نص دقيقة، ونعاود نحله بنفس الطريقة. نكمل لي دونات، وهاد الأقراص ها هما راني صفيتهم في بلاطو. في الأخير راح نقليهم تاني هما. هنا راح يعجبوا بزاف الأطفال. هنايا ها هو بعد مرور فقط 10 دقائق، قلت لكم لا اكثر، راح نبدا راني بديت نقلي فيهم. كي يتحمروا نقلب على الجهه الثانيه. كنت تشوفوا ما حطيتش عليهم الزيت، فقط هكا على السريع سريعا راح يوجدوا. نقلب كي نشوفهم تحمروا نحيهم. هنا كل واحد وكيفاش يبغي درجة الاحمرار تاعهم. الوغ وفي الاخير راح نزينوهم حسب الرغبه. ها هما هنايا هذوك الاقراص الصغار كنت درت لهم في المقله الاخيره، حطيتهم ما يشدوش وقت. وهنا في الاخير ها هي الكميه اللي مدها لي. ها هما الدوناتس تاوعي خفاف، جاو خفاف. اون ديغي طلعناهم مرتين، ما داوش معايا وقت، ساعه غير ربع كنت كملت معاهم. هنا دوك نصفهم ونزينوهم حسب الرغبه. ممكن فقط ترشوا عليهم سكر رطب، وممكن تزينوهم بشوكولا كنت ذوبتها مع القليل من الحليب، ونخططهم وحطيت عليهم شوكولا فيغميسال. هنا قلت لكم التزيين اختياري، كل واحد يدير واش كان متوفر، ممكن نغبروهم بالسكر فقط. وبهذا كنت كملت الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش باللايك. اللي مازال ما اشتركوش يلتحقوا بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.